بعد تكليفنا المباشر من لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بالنسبة بخصوص السد زازا، تم تواجدنا بالأمس. وصلنا ليه في وقت متأخر مع الساعة 10، وقعدنا نشوفوا في الحلول شنو هي الحلول اللي ممكن نديروها باش الموضوع السد ان المية نقدروا ننزلوا المية من السد. طبعا كنا في الليل فما قدرناش نوصلوا لحل ان احنا ننزلوا المضخات. اليوم تم التوجه من الصباح الباكر، تم التوجه الفريق المغربي المختص معنا، الشركة المساندة معنا، وتم اجراء كافه الحسابات والكالكوليشن شيت للحجم الصمام، لحجم الماء الموجود، للمسار اللي بتمشي فيه المياه. وبعدها الحمد لله تم باذن الله في هذه الساعات فتح اول فتحه للصمام، وبدا الماء يتدفق باذن الله تعالى. طبعا هذا